حبايب قلبي عاملين ايه؟ بصوا الناس اللي قلقانين بقى وبعتلي على الخاص النهارده. انا ما فتحتش الخاص بقالي كتير جدا. النهارده فتحت كده الماسنجر اشوف الرسائل اللي جاياني. طبعا كل الناس قلقانه بتنزليش فيديوهات ليه؟ انت فين يا ام مالك؟ بصوا المطبخ بتاعي بايظ، انا غرقانه ميه، عندي تسريب في الميه. بصوا مطبخي على بعضه بقالي كذا يوم يعتبر. بصوا المواعين كافيها ازاي، بصوا البوتاجاز عامل ازاي. من يوم الخميس اللي فات عندي تسريب من الحوض ده في الميه، عندي تسريب ومش عارفه مش محدش لسه جه عمله. انتوا عارفين طبعا ان انا بشتغل. طبعا اللي بيبقى عايز يجي يعمل حاجه بيبقى عايز يجي يعملها بالنهار، محدش بيبقى عايز يجي يشتغل بالليل. وانا طبعا طول النهار ببقى في الشغل، برجع الساعه 6 او 7، فمستنيه الخميس الجاي لما اي حد صنايعي يجيلي بالنهار. انا طبعا من يوم جوزي مسافر وانتوا عارفين. بصوا كهربائيه اشتغلت بصلح اي حاجه في الكهرباء، ممحراتيه واشتغلت، جبت اسمنت وعملت الحوض وكده، برضو عملت والله باسمنت من تحت، بس مفيش فايده. بصوا الميه عايزه اقول لكم غرقانه، اشيل ده او باسكت ده احط ده، اشيل ده احط ده بسبب الميه. بصوا الارض كل يوم امسح، كل يوم اعمل، والجو ساقع. سباكه اشتغلت وصلح حاجات في السباكه، بس بقى جيت لغايه كده مش عارفه، الحوض بيسرب من تحت مبهدلني. مش عارفه طبعا اصور فيديوهات لاني لما بصور بيبقى عندي مواعين عايزه اغسلها. حتى الاكل باكل عند ماما تحت، مش لسه ما مش عارفه اعمل اكل هنا. الكلام ده من يوم الخميس اللي فات، فاعذروني معلش. بس بمجرد ان انا اصلح بس الحوض ده هو ونشوف المشكله في ايه ونصلحها ان شاء الله، نعمل فيديوهات تانية. لان انا لو فضل عندي مواعين اغسلها ازاي في الحوض، اغسلها في الحمام، او الحمام نضيف وكل حاجه زي الفل، بس الواحد موسوس شويه. فان شاء الله ربنا يسهل الحال باذن الله، وننزل لكم فيديوهات قريب ان شاء الله. ودعواتكم ليا بقى بالله عليكم.